السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله بقى لما يكون الواحد جعان بالليل ويقوم يعمل سندوتش شاورما كده، الله 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 على جماله. ولا نطلب ديليفري ولا ندفع تمن توصيل ولا يغلوها علينا. هنعملها في البيت وهقولك ازاي تبقى جاهزة عندك وفي اي وقت تقومي تعمليها. تابعي معايا الفيديو عشان تعرفي هتعمليها ازاي، وهنأكل ولادنا شاورما في البيت احلى من بره كمان. عندي صدر فرخة قطعته كده ومتقطع زي الفراخ البانيه. وهعمل التتبيلة معايا زبادي صويا صوص وهوت صوص وزيت وشوية كاتشب. والبهارات بقى معايا ملح وبابريكا مدخنة وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وشوية بهارات فراخ او شوية بهارات شاورما لو عندك يعني. دول شوية الكاتشب حطيتهم اهوت. هقلب كل المكونات دي مع بعض، وهجيب عندي بقى صدر الفرخة بتاعي اللي انا خليته. يعني كان عندي فرخة، خدت الصدر بتاعها وقطعته كده طرنشات زي البانيه. وبعدين ما خليتش بقى الشريحة طويلة كده، قطعت الشريحة 2. وهقولك ليه دلوقتي، وتابع معايا في الفيديو. هتبلها كلها بالشكل ده كده، وبعدين هغطيها ببلاستيك راب وهحطها في التلاجة بقى من بالليل، وهسيبها بقى في التتبيلة دي. لو مستعجلة عليها، على الأقل تسيبيها من ساعتين لأربع ساعات في التلاجة. يعني لو هتصحي من النوم الصبح وتتبليها. معايا بقى في طاسة على النار حتة دهن ضاني، وهسيبها كده لما تسيح. معايا بقى دلوقتي دي بصلاية متقطعة طرنشات، حطيت عليها شوية ملح وفلفل وشوية خل، ومعايا فلفل وطماطم. واخده اللحم بتاع الطماطم بس، ومش مش واخده البذر ولا القلب بتاعها. الطاسه بتاعتي الدهن بعد ما ساح حطيت فيها شويه زيت على الدهن، ونزلت بالفراخ بتاعتي اللي انا متبلاها من بالليل بالشكل ده كده، لما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. وهقلبها كأنك بتحمريها بالظبط. شويه زيت مع معلقه الدهن الضاني. بعد ما الدهن الضاني كده ساح، حطيت عليه شويه زيت وحمر الفراخ بتاعتي بالشكل ده. شايفين لون الفراخ عامل ازاي؟ اقول لكم بقى انا مقطعاها قطع صغيره ليه؟ علشان تديكي شكل الشاورما بتاعت بره بتاع المحلات اللي انت بتشتريها. هتديكي الشكل والطعم كمان. شايفين ده الدور التاني، هي جت معايا دورين. ده الدور الاولاني اللي انا طلعته، هو صدر واحد بس، صدر فرخ. وهطلع دلوقتي الدور التاني. شايفين شكله بقى ولونه عامل ازاي؟ بجد لونها تحفه، وعايزه اقول لكم ريحتها جميله جدا. خلاص كده الكمية كلها جاهزة عندي. هبدأ بقى بالمقص بتاع المطبخ كده، وهقطعها طرنشات كأنك مقطعاها من على سيخ الشاورما. شايفين بقى الشكل العام من بره؟ كأنها بالظبط متقطعة من على سيخ الشاورما. بتبقى الجزء اللي مواجه للشواية لونه أحمر، والجزء اللي جوه بيبقى أبيض. هقطعها طرنشات كده بالشكل ده. وممكن بقى تحتفظي بالكمية دي عندك في علبة في التلاجة. وقت ما تحبي تعملي سندوتش شاورما هقولك تعملي ايه. شايفين؟ يعني انت ممكن تعملي دي من تجهيزات رمضان وتحطيها في التلاجة في علبة في التلاجة، تقعد معاكي على رف التلاجة شهر، تقعد معاكي في الفريزر تقعد معاكي على رف التلاجة اسبوع، وفي الفريزر شهر. طبعا الزيت اللي انا حمرت فيه الفراخ والدهن الضاني مش هرميه، صفيته. وهاخد منه بقى ايه نقطة كده في الجريل بتاعي. وهنزل بشوية فراخ بالشكل ده كده. واخد معلقتين بصل، ده بقى عشان اعمل سندوتش بالليل شاورما. لو جعت او حد من الولاد جاع، اعملي له بقى سندوتش شاورما كده بقى واعزميهم في البيت الله عليه. انا عايزه اقول لكم الريحه بقى، يعني لو الكاميرا بتطلع الريحه تحفه، وطعم جميل جدا. فتحت كده بقى الرغيف بتاعي وحطيته يتحمص معايا في نفس في الجريل، كأننا في محل شاورما سوري يا جماعة. بس حطيت كده بقى في السندوتش بتاعي. الله 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 عليه، ولا احلى مطعم سوري. كده سندوتش الشاورما جاهز معايا، ورشة كده كزبرة خضراء، ومعايا شوية طحينة وشوية مخلل. واحلى اكل اعمليه لولادك في البيت، مهما يغلوها بره اعمليها انت في البيت. طيب لو جالي ضيوف بقى او احنا كلنا عايزين نتغدى شاورما، طلعت الشاورما بتاعتي وعملتها بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها، وحتة فحماية بقى كده، وهطفيها وهغطي، وبألف صحة وهنا.